أوكي، الليلة لم أنم أبدا وأنا أنتظر الأحداث التي سوف تنزل معنا داخل اللعبة حتى أشرح لكم بالتفاصيل كل كبيرة وصغيرة نزلت معنا في هذا التحديث الجديد. سوف أشرح لكم التوب أب الجديدة، كيف تقوم بالحصول على تلك 200 جوهرة. أيضا سوف أشرح لكم الرقصة التي نزلت معنا بحدث استعادة، وسأشرح لكم الحدث الجديد كيف تحصل على جميع الأشياء بسرعة، أي بعبارة أخرى كيف تختم الحدث وتحصل على بطاقات اللف الخاصة بسكين إيتاشي، وأيضا كيف تحصل على سكين أوروتشيمارو بسرعة. فكل هذه الأشياء وأكثر سوف أتشاركها معكم في هذا المقطع. حاليا يا أصدقاء الساعة 6 صباحا وأنا أعمل لكم هذا المقطع، وفعلا مجهود جدا كبير أقدمه لكم. فكل ما أريده منكم يا أساطير أنكم تنزلوا الآن لخانة اللايكات وتفجروا هذا المقطع باللايكات. خلونا نوصله إلى 6000 لايك، وأتحداكم يا شباب أن توصلوها في أقل من 24 ساعة. فهكذا سأشعر بأنكم تقدرون الجهد والتعب الذي أبذله في تنزيل المقاطع، وفي نفس الوقت سوف نرفع نسبة حظوظنا في الدخول للشراكة. والأهم من كل هذا يا شباب أن هناك نسبة كبيرة جدا تشاهد المقاطع وغير مشتركة عندي في القناة. فوالله يا أعزائي المتابعين لن تخسروا أي شيء، بل بالعكس سوف تنضمون إلى عائلة سفيان إيغريكتي. فدعونا نوصل لل200 ألف قبل الإعلان عن الفائزين الذين سيدخلون في الشراكة. ف200 ألف فعلا سترفع حظوظنا كثيرا في الشراكة. شكرا لأصحاب هذه التعليقات الأسطورية، والآن دعونا نبدأ في المقطع. حرفيا ليلة بيضاء لم أنم فيها أبدا، لكن الأشياء التي وجدتها في التحديث الجديد فعلا تستحق. انظروا يا شباب، الرقصة الخاصة بالسكين المتطور رسميا يمكننا استخدامها داخل اللوبي. صراحة هذا الشيء أسطوري جدا، وليس هذا فقط بل هناك شيء آخر سوف يصدمكم يا شباب. إذا دخلنا للخزنة سوف نجد هنا جميع السكينات التي حصلنا عليها في فري فاير موجودة على هذا الشكل. فعلا هذا أكثر شيء أسطوري قامت به فري فاير يا شباب. يعني جميع السكينات التي حصلت عليها منذ أن بدأت تلعب اللعبة سوف تجدها هنا. وأيضا انظروا، غيروا خانة الكريمينالات، أي سكينات التي يمكنك ارتداؤها كاملة أيضا قاموا بتغييرها. أما بخصوص الصناديق والأشياء الأخرى لم يقوموا بإضافة أي شيء فيها. أوكي، كما ترون الرقصات أيضا قاموا بإعادتها فقط في الوسط. والآن دعونا نعود إلى السكين الرئيسي الخاص بنا. أول شيء سأشرحه لكم هو التوب أب الجديدة، فقبل ذلك دعوني أخرج من هذه المجموعة التي كنت قد أنشأتها. هذه التوب أب الجديدة يا أصدقاء عبارة عن مجموعة تقوم بإنشائها وتقوم بالشحن فيها 100 جوهرة حتى تتمكن من إرسال طلب الانضمام لأصدقائك. يعني بعدما تشحن أنت 100 جوهرة يمكنك أن ترسل لأصدقائك حتى يدخلوا معك في المجموعة، وكلما شحن أحد أصدقائكم سوف تحصلون على جائزة أسطورية، يعني قيمتها 200 جوهرة وخمس بطاقات حاضنة، وأيضا قناع الأكاتسكي. أوكي، اكتبوا لي يا شباب كيف تنطق، والله أنطقها بالطريقة الخاطئة أعلم، لكن لا تلوموني لأني لم أنم 24 ساعة يا شباب. بعدما تشحن 100 جوهرة يمكنك إرسال طلبات الانضمام لأصدقائك من أجل أن ينضموا معك، وإذا شحنوا هم أيضا سوف تتمكنون من الحصول على كل الجوائز. هذا هو الأيدي الخاص بي يا شباب. ادخلوا معي واشحنوا 100 جوهرة، وهكذا سنتمكن من الحصول على 200 جوهرة إضافية بشكل مجاني. فساعدوني يا شباب حتى نقوم بتختيم هذا الحدث ويعني نستفيد كلنا. المهم الآن دعوني أتشارك معكم باقي الأشياء الأسطورية التي سنتكلم عنها في هذا المقطع. الآن سنتوجه إلى الأحداث التي نزلت معنا فيما يخص شراكة ناروتو. هناك الكثير من الإضافات، من بينها شخصية جديدة انضافت معنا في اللعبة، أيضا تغييرات كثيرة على سكينات الأسلحة وبعض الشخصيات سنتكلم عنها في مقاطع أخرى عن أفضل الشخصيات وإلى غير ذلك. الآن حدث ناروتو يا شباب، انظروا هذا هو أهم شيء. تقويم تعاون يوضح أهم الجوائز التي سوف نحصل عليها بطريقة مجانية: سكين أوروتشيمارو، رقصة، سكين لسكار، أيضا الشعر الأحمر ومعه رقصة. سوف نعرف مستقبلا ما هي تلك الرقصة وكيف سنحصل عليها، هل هي فعلا مجانية أم لا.
أوكي، الآن ننتقل إلى الأشياء الأخرى الموجودة في هذا التقويم يا شباب. كما ترون سكين أوروتشيمارو مجانا لك، إن شاء الله سنحصل عليه قريبا. أيضا هذه الرقصة الخاصة باستعادة الأصدقاء. أوكي، كنت أنتظر من فري فاير أن تنزلها لنا بشكل مجاني، لكنها صدمتنا جميعا بنزولها في حدث استعادة الأصدقاء، وهذا أصعب شيء ممكن أن تقوم به. يعني استعادة أصدقاء معتزلين فعلا أمر صعب للغاية يا شباب. المهم الآن دعونا نمر إلى الأشياء الأخرى التي معنا، وأهم شيء يا شباب في هذه الأحداث كلها هو الحدث الرسمي للتعاون. كيف نقوم كيف نخلص المهام بسرعة ونحصل على 10 بطاقات، وأيضا سكين أوروتشيمارو و40 بطاقة كلها. أوكي يا شباب، فكرة هذا الحدث جدا أسطورية. سأشرح لكم كل شيء بالتفاصيل، ونبتدي أول شيء بالشعر الأحمر الذي سوف نحصل عليه يوم 8 في شهر 8 بالمجان، يعني يوم الذروة الخاص بسكينات ناروتو. سوف أشرح لكم أيضا معدل النجاح ماذا يعني، لكن قبل ذلك دعونا ننتقل إلى شيء مميز أضافته فري فاير بخصوص شراكة ناروتو. أول شيء قامت بوضع جميع سكينات شراكة الفصل الأول هنا، وأيضا وضعت تاريخ نزولها، وأيضا تاريخ نزول سكينات الأسلحة، وأيضا تاريخ نزول الرقصات والأشياء الأخرى. فعلا هذه أشياء جدا أسطورية قامت بها فري فاير. أوكي، هذا هو مكان الرقصات، كل الرقصات التي نزلت، وهنا الأشياء الأخرى التي تخص الشراكة. قامت بنفس الشيء، لكن هذه المرة مع سكينات الجديدة الخاصة بالفصل الثاني، لكن لم تذكر السكينات الأخرى، مثلا سكين مادارا، سكين أوبيتو. لم تذكر تلك السكينات لأنها تركتها حتى تصدمنا بها عندما تنزلها لنا. أوكي، كما ترون هنا يوم 9 في شهر 8 سوف تنزل معنا هذه الأشياء الموجودة هنا، وصراحة أشياء فعلا أسطورية. بخصوص يوم 6 فأعتقد أن الإمبي كارونت سينضاف معنا، ويوم 8 ستنضاف معنا هذه الرقصة الأسطورية الخاصة بإيتاشي، وهي فعلا رقصة دخول جدا أسطورية. لدينا أيضا سكين المتغير أو المتحول الخاص بإيتاشي، هذا هو يا شباب. وأيضا رقصة مادارا التي تحصل عليها بعدما تقوم بالحصول على جميع سكينات الفصل الثاني. يمكنك أن تحصل على هذه الرقصة، وهذه الرقصة يا شباب ستصبح نادرة للغاية قريبا في اللعبة. أوكي، لدينا هذه الرقصة أيضا ستكون معنا في متجر تخفيضات، وأيضا هذه الرقصة ستكون في متجر غامض أو متجر تخفيضات، أو ربما تنزل في حدث خاص بالرقصات تقوم باللف عليها ب179 جوهرة. أوكي، رقصة إيتاشي حاليا موجودة في مكان إيتاشي، يعني بعدما تقوم باللف عليه تحصل عليها. هذه بعض الأشياء الأخرى التي أضافتها فري فاير هنا. المهم حاليا دعونا نتكلم عن أهم حدث موجود هنا يا شباب. أوكي، أول شيء كيف يمكنك تجميع المهام بسرعة. أوكي، سأشرح لكم كل شيء بالتفاصيل. العب مباراة واحدة تحصل على 5. قم بتدميج 200 ضرر باستخدام سبينجيتسو. أوكي، أتمنى أن أكون قد نطقته بالطريقة الصحيحة. تحصل على 10 توكن. هذا يا شباب خاصية موجودة في الجيم، تقوم بشرائها وبعد ذلك تقوم باستخدامها على أحد الأعداء، وهكذا سوف تتمكن من الحصول على تلك 10 توكن. لدينا أيضا قم بالقضاء على 5 لاعبين تحصل على 10. قم بالقضاء على 2000، قم بتدميج 2000 لأحد الأعداء تحصل على 10 أخرى. العب فري فاير لمدة 45 دقيقة، هكذا ستحصل عليها. ولو رأيتم هنا يا شباب يمكننا في اليوم الواحد في الباتل رويال الحصول على 25 توكن، في كلاس سكواد 20، وفي الذئب الوحيد 10. أي إذا لعبت يوم كامل ستحصل على 55 توكن، وهذا ال 55 توكن لن يمكننا حاليا من الحصول على ولا شيء. أوكي، دعوني أشرح لكم هذا الحدث أكثر فأكثر. حاليا لدي 7% من نسبة نجاحي في هزيمة إيتاشي، لكنه قام وقضى علي، لكن رغم ذلك ارتفعت نسبتي إلى 5%، أي أصبحت لدي 12% من القضاء على إيتاشي. نسبة نجاحي حاليا هي 12%. هذه ال 12% يا شباب يجب علينا أن نجعلها 100% حتى نحصل على أول 10 بطاقات، وبعد ذلك سوف يخسر إيتاشي وسوف تنضاف شخصية جديدة مكانه، ونقوم بالقضاء عليها
حتى نرفع نسبتنا 100%، وبعد ذلك تنضاف شخصية جديدة، وهكذا. هذه هي فكرة الحدث، وبهذه البساطة يمكننا أن نحصل على جميع الأشياء والجوائز الموجودة هنا. يعني يجب علينا رفع نسبة حظنا بسرعة حتى نتمكن من القضاء على جميع الشخصيات الموجودة هنا، وهكذا سنتمكن من ضمان جميع الجوائز. أوكي، هذه الرقصة الخاصة بمدارة سبق وأن تكلمت لكم عنها، وهكذا نزل معنا هذا الحدث يا شباب. يعني هذه الرقصة ستصبح نادرة جدا، وأعتقد أنها ثاني أفضل رقصة معنا في هذا الحدث، لذلك صعبة جدا أن تحصل عليها، لكن نادرة في نفس الوقت. صراحة هذا أمر صعب جدا، إن شاء الله سنحاول أن نحصل عليها، لما لا. أوكي يا شباب، الآن سأريكم كيف يمكننا أن نحصل على التوكن بسرعة من خلال هذا الحدث. أول شيء قبل ذلك سندخل إلى حدث إيتاشي وأتشاركه معكم، بعدها سأدخل وأجمع التوكن بسرعة. أوكي، الآن كما ترون يا شباب هذا هو حدث إيتاشي الذي نزل معنا. أعتقد أني بعد هذا المقطع سأنزل لكم مقطع حرق هذا السكين، وسأحاول أن أحصل عليه، لما لا يا شباب، وسأرى كم سيكلفني من جوهرة في نفس الوقت. فعلا فيه أشياء جدا أسطورية أعجبتني كثيرا، خصوصا التأثيرات التي توجد فيه، ففعلا شيء أسطوري. أوكي، كما ترون هنا الجوائز، لاحظت بأن السكين موجود من بين الجوائز، أي يمكنك أن تحصل عليه أثناء اللف. مثلا تقوم بلف 1000 جوهرة، وأثناء اللف تحصل على ذلك السكين، بالرغم من أنك لم تحصل على التوكن. أيضا توجد الرقصة الخاصة به هنا، لكن أعتقد أنه صعب جدا أن نحصل عليه. سأحاول يا شباب، سأنزل لكم مقطع وأجرب حظي، ربما نحصل عليه ونتركه في الخزنة أيضا مع سكين ناروتو والسكينات الأخرى. أوكي، تقريبا هذا هو سكين إيتاشي. هذا هو الحدث الذي نزل فيه برج التوكن، واحد من أصعب الأحداث في فري فاير. الآن سندخل وسنحاول أن ننجز هذه المهمات في جيم واحد فقط، ونرى كم سنحصل على توكن في جيم واحد فقط يا شباب. المهم الآن سندخل ونجرب حظنا. أوكي، لقد لعبت جيم يا شباب، وكما ترون يعني تمكنت من الحصول على ما أعتقد على 25 توكن فقط في جيم واحد فقط. في 7 دقائق حصلت على 25 توكن. إذا أردت أن أحصل على يعني ذلك 10 توكن، يجب علي أن ألعب في الباتل رويال، وأنا يعني أقوم بعمل لكم مقطع، لذلك لم أريد أن أقوم بتضييع الوقت كثير. المهم كما ترون قمت باللف بتلك 20، ويعني تمت إضافة لي 3 نقط إضافية، وأصبح المجموع حاليا هو 15%. نسبة فوزي على إيتاشي هي 15%، يعني تقوم باللف هنا وبعد ذلك ترتفع نسبة حظك هناك. فعلا حدث مجنون وصعب في نفس الوقت. كما ترون يا شباب هذا واحد من أصعب الأحداث، يعني يجب علينا أن نلعب كثيرا حتى نتمكن من الحصول على 10 بطاقات، لكن لا بأس، تشاركت معكم كيف يمكنكم أن تلعبوا وشرحت لكم كل شيء بالتفاصيل. أعتقد أن حاليا يجب عليكم فقط أن تلعبوا ويعني تستفيدوا من الشرح الذي شرحته لكم، وهكذا ستتمكنون من الحصول على جميع الأشياء. إذا لم تفهموا أي شيء يا شباب يمكنكم أن تكتبوها لي في التعليقات، وسأحاول أن أشرح لكم كل شيء. سأجيب على جميع التعليقات، فقط اتركوا لي تعليقات جميلة أو أي سؤال لديكم وسأحاول أن أجيب عليه في أسرع وقت. وإلى هنا يا أصدقاء سنكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى فعلا أن يكون شرحي قد نال إعجابكم، ونلتقي في المقطع الذي بعد هذا مباشرة، وهو حرق سكين إيتاشي. إن شاء الله نلتقي في المقطع القادم.